تخيل في وسط الصحراء فاضية فجأة تظهر لك مدينة مليانة أنوار، أطول كازينوهات في العالم، أكبر فنادق، وأكبر أسواق ما بتنامش. دي اسمها لاس فيغاس، بس بيسموها مدينة الخطايا. مدينة مبنية عشان ما تنامش أبدا. المدينة دي اتأسست سنة 1905، مجرد محطة قطار في نص الصحراء. لكن سنة 1931 حصلت نقلة رهيبة لما ولاية نيفادا سمحت للقمار بشكل قانوني. ومن اللحظة دي بدأت فيغاس تتحول من محطة صغيرة لعاصمة الملاهي في العالم كله. كل حاجة هنا مبنية على لعبة الحظ. أشهر شارع هناك هو اسمه شارع تسريب، 7 كيلو متر بس من الفندق. كازينوهات، مطاعم تمشي فيها بالليل تفتكر إنك في النار. أضواء نيون، شاشات ضخمة، والناس ماشية 24 ساعة. فيغاس مدينة بتقلد كل حاجة في الدنيا. تلاقي فيها برج إيفل نسخة مصغرة، هرم مصري ضخم معمول من الإزاز بيسموه لوكاسكير، في حتى قنوات مائية على شكل فينيسيا عشان تعيش تجربة وهمية، كأنك زرت كذا بلد في وقت واحد وانت لسه في نص الصحراء. تفتكر اقتصاد المدينة دي قايم على إيه؟ أكتر من 40 مليون سائح بيجوا فيغاس كل سنة. كازينوهات، فنادق عملاقة بتكسب مليارات الدولارات من اللعب. حتى المطاعم والعروض الغنائية كلها بتلف حوالين فكرة العب واصرف فلوسك. فيغاس مختلفة، الصبح زي الليل، ناس داخلة ناس طالعة، كازينوهات، أنوار معمولة 24 ساعة. مفيش وقت هنا اسمه هدوء. المدينة كلها معمولة عشان تسرع دقات قلبك. بس ورا الأضواء دي في حكايات تانية. معدلات الديون عالية جدا، ناس بتيجي وتخسر كل حاجة في ليلة واحدة، وفي ناس بتغرق في القمار ومش بيعرفوا يخرجوا منه تاني. عشان كده بيسموها مدينة الخطايا. الضحك واللعب على السطح، لكن جوه فيه قصص وجروح ناس كتير جدا. كل اللي بنشوفه في السينما عن فيغاس صح. الأفلام صورتها كأنها مسرح للجنون، حفلات ضخمة، سيارات ليموزين، وفلوس بتترمي زي الورق. بس لما بنعيشها بنفسنا تحس إن الفيلم أقل من الحقيقة. لاس فيغاس مدينة مش عادية، دي تجربة كاملة. مدينة أضواء قوية وأقوى من الضلمة، الصحراء حوالين منها في كل حاجة. مدينة بتوعدك إنك هتكسب وغالبا هتخسرك. لكن السؤال هنا، إيه اللي يخلي ملايين الناس لسه بيجوا هنا كل سنة؟ يمكن عشان فيغاس أثبتت إن البشر عمرهم ما يتعلموا. يا رب يكون عجبك الفيديو. شكرا ليكم.